بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزول الزفله ونخوتي خواتاتي في قناتكم حلويات اليانا قاطو. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذه الفطيره اللي اكثر من رائعه. راني متاكده راح تعجبكم بزاف بزاف بزاف. انا ديت مقله حطيت فيها ملعقه كبيره تاع سمن وزوج حبات بصل قطعتهم مربعات. بعد ذلك ضفت 3 حبات فلفل اخضر وقطعتهم مربعات، وضفت زوج حبات طماطم وقطعتهم مربعات. بعد ذلك ضفت لها القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود والقليل من الثوم، وديتهم فوق النار، حطيتهم يتقلاو على نار هادئه. خليتهم يتقلاو فيما هم، يعني ما ضفت لهم ولو قطره ماء. بعد ذلك رحت نحضر العجينه. هنا العجينه حطيت فيها كوب ماء دافئ وملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره سكر، وبياض بيضاء الصفر خليناه للدهن. وهنا ضفنا لها نص كوب سميد رقيق. السميد الرقيق خواتاتي راح يخلي العجينه تاعكم طريه، حتى وان قعدت الغدوه راح تبقى طريه. ومن بعد نخلوها تريح لمده 10 دقائق. انا الهدف تاعي انه الخميره تتفاعل. ومن بعد نديه نضيف لها 5 ملاعق زيت وملعقه صغيره ملح. ومن بعد نلم هذه العجينه بالفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. دائما نخدموا هكا الحشو راكم تخدموا فيه راه يتقلى، ومن بعد تروحوا ديروا العجينه تاعكم باش الوقت اللي هي تريح وتكون خمرت تكون الحشوه تاعكم وجدت. ومن بعد تبداو الفاصوناج. هنايا بعد ما خليتها خمرت يا ربي خليتها 20 دقيقه، يعني مانيش مستحقيها تخمر لي بزاف. قسمت هذيك الكره على اثنان. وديت هنايا بابي كويسون ورق الطهي، زرزرت عليه شويه فرينه وحليت هذيك العجينه الاولى. انا حلوها هكذا. وهنا ديت هذا المول الزجاجي تاع القطر تاعو 30 سنتيمتر، دهنته بالزيت. ما تنساوش البنات لازم ان يدهن بالزيت والا العجينه راح تلصق. وهنا نطلعوا كامل هكا الاطراف ونحطوها جانبا. هنا نروح نجيب العجينه الثانيه نعاود نحلها كذلك. يعني تبعوا هذه الخطوات راح العمل تاعكم يجيكم سهل. هنا ثاني حليتها ورحت جبت هذاك الحشو نحطه هو الاول. نحط هذاك الحشو اللي طاب لي كامل، نحط له هنايا ونصقمه كامل على هذاك في اسفل هذيك الفطيره. وهنا ديت كميه من الزيتون الاخضر، غليته غليه الاولى، نحيت له المراره تاعو قطعته شويه. ومن بعد زدت 3 حبات بيض، يعني ثاني قطعتهم كامل شويه، رابيتهم في الحق دوك 3 حبات تاع البيض في ديك المبشره الكبيره، في ديك لاغاب اللي اسقابي الكبار تاع لاغاب. وهنا ضفت لها شويه تاع الفرماج غابي، وهذا ثاني اختياري خواتاتي، يعني كل واحد ومقدوره. والحاجه الجديده اللي زدتها هنايا ما كنتش موالف نديرها، هذه البطاطا. هنا ديت 6 حبات بطاطا قطعتهم دوائر وقليتهم، ومن بعد ضفتهم في الفطيره. البيت كامل عجبتهم الوصفه بالبطاطا. يعني هنا هذا التغيير خلاهم فريمون قالوا لي باللي حسينا باللي بنينه شغل رايحه شغل ساندويتش فيها البطاطا، عجبتهم بهذه البطاطا. هنا نديرها كامل هكذا على سطح هذه الفطيره، ومن بعد نغلقها بالطبقه هذيك الثانيه اللي خدمناها تاع العجينه، ونحاول اني نغلقها جيدا. هنا بعد ما نغلق هذه الفطيره جيدا نخليها تريح واحد الربع حتى 20 دقيقه. شوفوا رانا في الصيف، بصح اذا كنا في الشتاء نخليها تريح من حتى 45 دقيقه، يعني الوقت يختلف حسب درجة حرارة المطبخ. هنا ندهنها بصفار البيض، راكم شايفين باللي البياض انا على درت بياض البيض في العجينه، يعني هو تاع صفار البيض حنديروا للسطح. البياض انا ما نرميهش، نضيفوه للعجينه مباشره، ما كان حتى حاجه نرموها. هنا ندهنوها بهذه الطريقه. بعد ذلك بواسطه هذه الملعقه الخشبيه حطيت هكذا، يعني سطرت هكذا باش نحط فيها هذاك السانوج. انا النصف تاعو حطيت فيه السانوج اللي هو الحبه السوداء، والنص حطيت فيه بذر الكتان، يعني نحاول ندخل شويه هذو الزرارع الصحيين للاكل تاعنا. وبذر الكتان يعني مفيد جدا جدا جدا. هنا كما قلت لكم صاي نخليها تريح واحد 20 دقيقه، ومن بعد ندخلها فرن 200 درجه. 200 درجه مسخن فقط من الاسفل، يعني وحدها تحمر من الاعلى، ما شعلت لهاش كامل. انا دخلتها في الفور تاع السعاده اللي عندي، هذاك يطيب مليح الخبز، يعني الحاجه تاع الخبز، الحاجه تاع لي بيتزا، الحاجه تاع الفطائر، النار تاعو مجهده. وهذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا البنات جربوها، راكم عارفين جامي قلت لكم جربوا حاجه وقلتوا لي ماشي شابه، يعني الدار كامل عجبتهم بهذه الطريقه. ان شاء الله انتم ثاني تجربوها. افودي قرزن اثي حذاين جي غا كنت لهنا التلويث ارثي مليليث ان شاء الله.